السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله لكم الوصفه اللي منتشره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، على التيك توك، على اليوتيوب، على الفيس. بص، كل ما ادخل موقع الاقيها موجوده. قلت اجربها معاكم. الكباب التركي او الدونر التركي. هنشوف هيطلع ايه. سهل، وهو سهل، احلى حاجه فيه ان هو سهل جدا. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. الوصفة دي شكلها هتنزل لنا بعد كده من الحنفية. جبت كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهون خفيفة. جبت 4 بصلات كبار. هو لازم يبقى فيه بصل كتير، هو اللي بيحليه، هو اللي بيظبطه. غير الكباب المصري بتاعنا، الكفتة بتاعتنا بتاعت المصرية بتبقى عايزة بصلية واحدة بس، مش عايزة بصل كتير. لكن لا، الكفتة دي أو الكباب ده التركي بيبقى عايز بصل كتير. فأنا حطيت 4 بصلات، وحطيت كوباية زبادي، وحطيت معلقة شطة. الشطة بتخليه حلو جدا. مش عاوزة الشطة حطي حاجة بسيطة. وحطيت معلقة فلفل اسود والملح، بس كده، مفيش حاجة تاني. هي اللحمة المفرومة والبصل والزبادي والفلفل الاسود ورشة الشطة والملح. مفرومة مفرومة كويسة. لو انت جايبة اللحمة مفرومة كويس، ما تفرمهاش خلاص في الكبة وحطي عليها البصل المفروم. انا عشان اللحمة بتاعتي طلعت بجيبها بتبقى خشنة او مفرومة على واحد بس. فلازم افرمها تاني. تمام كده اهو، زي ما احنا شايفين فرمتها. ممكن تحطي كمان بابريكا. انا ما حبيتش البابريكا، هي لونها هيطلع حلو كده من غير بابريكا. نحطها نص ساعة بس في التلاجة، مش اكتر من كده، قبل ما نعمل سلطة المشاوي بتاعتنا. بصل، كتري البصل، يعني كتري البصل وقليلي الطماطم. اعمليها بايدك كده على طول، مش هتاخد معاكي وقت خالص. اقطع طماطميتين كده او 3 صغيرين، نفس تقطيعة البصل وخلاص. يعني سلطة المشاوي ما بيبقاش فيها طماطم كتير، كل اللي بيبقى فيها اكتر الخضرة والبصل. هعمل ربطة بقدونس حلوة كده اهو، خلاص كده. لو عندك طبعا قرنين فلفل حامي، انا ما كانش عندي، كانوا هيخلوها زي العسل طبعا. هحط سماق، معلقة سماق كبيرة كده حلوة. فلفل اسود وملح اهو، بس كده. ندعكها بقى بايدينا دعكة محترمة. لازم فلفل بصراحة، بس يعني ما فيش، فمعلش بقى عشان الولاد ياكلوا المرة دي منها. خلاص كده نحطها في طبق. نحط عليها حاجة حلوة قوي بتحلي طعمها، بتخليها تحفة ومختلفة. قطعي عليها خيار، ودايلي بجد والله، قطعي عليها خيار مخلل، تبقى حلوة جدا. تمام كده. خلاص كده هحطها برضو في التلاجة لغاية ما اخلص الكباب بتاعي، او الشاورما، شاورما اللحمة. يعني ليها اسامي كتير، بيقولوا عليها اسامي كتير. شايفة حلوة زي السلطة، ليها اسامي كتير الوصفة، بس يعني احنا عملناها زي الكباب التركي، فهنقول عليه الكباب التركي او الدونر التركي. خلاص هنقطع. هي بتبقى متماسكة، مش متماسكة، بتبقى طرية قوي، بس ما بتلزقش في ايدك خالص. ورقة زبدة من تحت وورقة زبدة من فوق، وبأي حاجة بقى. أنا ما لقيتش النشابة، بص مفيش، ما اختفت. فالجيش قال لنا نتصرف، فجبت اللفة بتاعت الاسترتش لاب، فعملت بيها. أدت الغرض، مش هتفرق خالص. اهو زي ما انت شايفة، عجينة ما بتلزقش خالص. هي طرية لكن ما بتلزقش. نلف الورقة بتاعتنا كده. انا عاملة بصي الورقة بتاعتي مليانة، يعني هما بيعملوها لا بتبقى خفيفة، انا حبيتها بس اخليها تقيلة تخينة شوية، يعني تبقى مليانة شوية، ما تبقاش هوا كده زي ما بشوفها. خلاص انت عاوزة تخفيها خفيها براحتك. فرديها كده بايديكي شوية، وبعدين خلصي الكمية بتاعتك كلها. انا الكيلو عمل لي كمية حلوة، يعني ما تخافيش، مش لا موفرة، لان هي بتديكي، بتبقى خفيفة فبتتقطع، فبتديكي كمية كبيرة. خلاص اهي، وطبعا بتتفرد بسهولة.
اهي، هي حلوة لذيذة مسلية مش معقدة. طبعا الفرن بتاعنا يبقى والع، لازم الفرن يبقى والع عشان ما تاخدش وقت وتصفي منها المواد السائلة كلها. لا، لازم فرنك يبقى سخن اهو، تدخل على درجة حرارة عالية مش اقل من 200، تحت وفوق. يعني خلي الشواية مفتوحة لو الفرن بتاعك ينفع، ما ينفعش يبقى شغالي من تحت. تاخد لها حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع، وبعدين شغالي عليها الشواية. خلاص كده عملت الكمية بتاعتي كلها. زي ما بقولك عجينة طرية بس ما بتلزقش في الايد. خلاص كده خلصت الكمية بتاعتي كلها، اوريها لك دلوقتي. يعني الكيلو عمل لي 4، وهي تعمل 5 كمان، بس انا عشان بقولك انا خليتها مليانة شوية، خليتهاش خفيفة. هحط معاه فلفل احمر وطماطم، ولو عندك حطي بصل، حطي فلفل حامي، تبقى حلوة قوي الحاجات المشوية دي معاها تحفة. حطي رشة ملح. يلا بينا على الفرن. هتاخد لها حوالي نص ساعة، من نص ساعة لساعة الا ربع. في الوقت ده هتنزل مية كتير، لازم نطلعها ونصفيها من المية. اهي لازم نصفي المية دي لانها تاخد معاكي وقت كتير قوي عشان المية دي تنشف. فاحنا نطلعها بعد حوالي ربع ساعة تلت ساعة، نصفي المية منها. المشاوي خلاص، الطماطم والفلفل هي كده خلصت. هنطلع منها الخضار. لازم تحطي معاها حاجات مشوية، وبجد بتبقى تحفة تحفة تحفة. خلاص نحطهم على جنب، نبتدي نفك الكفتة او الشاورما او اللحمة، يعني اي حاجة نسميها. هي ما طلعتش معايا بالورق زي ما بيطلع كده شكلها الحلو ده. هما باين بيحطوها على ورق شكارة او حاجة تخينة قوي بس ما بتتقطعش. لا، الورق اتقطع، يا اما عشان انا طلعتها وهي سخنة قوي لسه طالعة، المفروض تقعد تهدى شوية. لا، ما فيش صبر، ولادي ما فيش صبر، عاوزين يشوفوا التجربة اخبارها ايه. هي لازم تهدى معاكي خالص عشان تعرفي تطلعي الورقة. هي طلعت كده. بصي الفرن طول ما هو سخن هيخليها لك من غير ما تحطيها تاني تحت الشواية. هما في ناس حطيتها تحت الشواية تاني، لا هي مش محتاجة، هتنشف معاكي. لا، حطيها بس كده وفكيها زي شايفة عاملة ازاي. لا، طلعت كمية حلوة وتجربة حلوة جدا، يعني بصراحة لا حاجة حلوة طعمها حلو سهلة. عملت شوية طحينة طبعا، طحينة المشاوي لازم تكون تقيلة. خلاص هفضيها كده اوريكي. انا عملت طريقتين للسندوتش بتاعها، جد حلوة طعمها حلو، يعني بصراحة اكلة حلوة مش متعبة، ونتيجة مضمونة مش هتخافي منها خالص النتيجة. خلاص كده اوريكي سندوتش الطبيعي بتاعنا اهو، من غير ما احطها تحت الشواية تاني. هي لما انتي بتفتحي عليها الشواية من فوق وهي في الورق بتبقى لونها حلو، تحطيش تاني هتنشف منك اللحمة. لا، خليها كده طرية وجوسي اهو. ده رغيف عادي بتاعنا اللي احنا بنشتري من بره، العادي كده جدا، سندوتش كفتة العادي. نحط شوية كده بصل وطماطم وخيار، ننزل بالكفتة بتاعتنا او الكباب التركي اهو، ننزل بشوية طحينة حلوين كده. لا، عملت لكل واحد فينا يعني سندوتشين كبار حلوين كده. لازم تحطي بقى المشاوي دي، الطماطم المشوية، الفلفل المشوي، البصل، بصي بتبقى طعمه تحفة بجد. خلاص نحط شوية طحينة. سندوتشي بصي بيخليكي تاكليه من هنا وتقولي كفاية انا مش عايزة تاني، بجد والله حلوة قوي. اتمنى تجربوها. ودي طريقة تاني للسندوتش اهي، ورغيف عادي. اي نوع عيش بقى عندك، لو عندك عيش فينو مش عاوزة ده براحتك خالص، نعمله رول كده. يعني السندوتش اللي انت عاوزة تعمليه بطريقتك براحتك. الوصفة طلعت حلوة ممتازة بصراحة، عجبتنا كلنا. اتمنى تجربوها بأي كمية لحمة عندك، وبألف هنا ومع السلامة.